انا ببدا الفيديو بتاعي بقول ايه اول حاجه بقولها لما ببدا الفيديو؟ لا عمر الناس كلها خدت بالها وانت لا. تمام قوي. هلو. لا مش عارف، لو عارف كنت قلت. النهارده وانا بفطر عمر اخد باله ان الاكل في الطبق بتاعي عامل سمايلي فيس. انا ما كنتش واخده بالي، هو اللي اخد باله. كنت حاطه العيش كده وبعدين في الخياريه كانت شكلها كده سمايلي فيس. قلت لكم صوره عشان شكلها كان حلو قوي. حاولت اخدها بقى صوره اللي هي بتاعت انستجرام دي بس ما عرفتش طبعا، فانا صورتها وهحطها في الفيديو ده. المهم بما ان انا كنت المره اللي فاتت كنت بتكلم على الليبستيك اللي هو بقى غالي جدا وكل الميك اب اللي بقى غالي جدا والحاجات دي كلها اللي غليت بسبب سعر الدولار، فقررت اعمل الفيديو ده اقول الحاجات الكتير قوي اللي انا جربتها من براندز كانت ارخص وكانت كواليتي كانت حلوه جدا جدا، وممكن كمان كانت احسن بكتير من الحاجات اللي اغلى. يعني الفيديو ده كنت عايزه اعمله بقالي كتير قوي، بس كان في حاجات كنت مستنيه اشتريها الاول وبعدين اعمل الفيديو ده، بس مش مشكله. we will work with what we have، يعني نشتغل بالحاجات اللي معانا دلوقتي وبعدين لما اشتري حاجات تانية هبقى اعمل لكم فيديو تاني. كنت بتكلم على الليبستيك بتاع بورجوا وازاي ان هو كان ب 240 جنيه او ب 200 حاجه و40 جنيه وزمانه دلوقتي بقى يعني اغلى بكتير، الله اعلم بقى بكام بصراحه. فانا مش هروح اسال، مش هجرب، وبرده ما حدش ساعدني وما حدش قال لي ازاي البتاعه دي بتتفتح عشان اخد الليبستيك اللي واقع جوه ده لغايه لما اعرف الحاجات دي بتتفتح ازاي. يعني مش هسيبهم لغايه ما اعرف الحاجات دي بتتفتح ازاي. هما الدرجه دي تحفه بالليل وبالنهار، يعني انا بحطها بالنهار عادي، بس بحاول بقى على قد ما اقدر لو مثلا رايحه جيم رايحه شغل الصبح بدري قوي بحاول ما احطش يعني الحاجات دي. هما الدرجتين دول اللي كنت بستخدمهم بالليل، او ده اللي انا حاطاه دلوقتي اللي هو ده حلو جدا جدا، بس يعني خلاص بقى خلاص مش مشكله. الحاجه الثانيه بقى، عارفين الترند بتاع الناس اللي بتجرب الليبستيك على ايديها وبعدين بتعمل كده بحاجه دهب بتلاقي ان الليبستيك فيه رصاص ولا لا؟ لو بقى لونه، لو عمل لون جراي كده بيبقى فيه رصاص، لو ما عملش يبقى كده هو تمام، يعني حاجه يعني كواليتي حلوه. المهم ان احنا جربنا نعمل على ده. بنت عمي كانت بتجرب عملت اللون على ايديها كده وبعدين مشت عليه الختم عمل رصاص بالهبل. كان يعني ايديها لون الروج راح وبقى فيه لون رصاصي بس. فاحنا عشان كده مش هنجيب، مش عشان غالي، لا علشان فيه رصاص فاحنا مش هنجيب، بس هنستخدمه لغايه لما البتاع اللي تحت دي نعرف بتتفتح ازاي ولغايه لما هنستخدمه، بس مش هنجيبه تاني علشان فيه رصاص. ايه بقى البديل بتاعه؟ البديل بتاعه ده هو الاسم اتمسح بس هو سيبال المات الجديد ده المفروض لسه نازل السنه دي، اللي هو إيه؟ انا والله العظيم اشتريته عشان الحوار ده. اوكي بيتفتح تعملوا كده، يروح الليبستيك مفتوح كده تطلعوا دي من هنا وبعدين تروحوا مطلعينه كده يطلع بقى الليبستيك التحفه الجميل. هو ده لونه بجد تحفه، بالنهار بالليل بقى ما بيفرقش معايا، تحفه. هو كريمي جدا يعني طري قوي وناعم قوي، بس يعني ثابت مش ممكن. يعني في يوم كنت قضيت اليوم كامل طول اليوم كنت بره وكان ثابت، يعني كان ثابت كاني لسه حطاه ما اتغيرش، بجد حلو جدا جدا. ده انا كنت مشترياه ب 90 جنيه. اوكي انا ما اعرفش دلوقتي هو بقى بكام، بس ده يعتبر بديل رخيص لده واحلى منه، فعلا احلى منه بكتير. تصدقوا ما عملتش عليه اللي هو الاختبار بتاع الرصاص ده. طب ما يلا نعمل اختبار الرصاص دلوقتي نشوف الدنيا ايه، علشان ايه قبل ما اجرب. ثانيه واحده بس اجيب. المفروض ان هو باي خاتم ذهب يعني من عندكم وبعدين ايه نعمل خط كده على الايد اللون اهو وبعدين نمشي عليه الخاتم الذهب ونشوف بقى الالوان هتتغير ولا لا. يعني يلا بينا. انا شايفه ان هو ما اتغيرش خالص ولا حصل اي حاجه ومش شايفه اي حاجه بتتغير. اوكي بصوا بقى التاني ماشي اهو، التاني فوقيه بالجنب التاني بتاع الخاتم عشان ما نبوظش الالوان. شايفين اللون الرصاصي بيبان اهو، شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ انا مش عارفه واضح بس اهو يعني رصاصي جدا. الحته اللي انا عملت عليها الخاتم بقت رصاصي جدا، واللون التاني اللي ما عملتش عليه كتير فوقيه اهو مش باين فيه حاجه. انا لو عملت الخاتم ده على بقي كده دلوقتي ممكن اخد لون ليبستيك جديد خالص. بس يعني الارخص المفروض انه يعني كواليتي احسن بكتير وماتيريال احسن بكتير بصراحه. يعني انا في حاجات كتير قوي كنت مجرباها من براند سيبال كانت الحاجات كلها حلوه جدا، يعني البراند نفسها حاجاتها كتير، حاجات كتير منها حلوه. كنت بستخدم الايلاينر بتاع هوقع الروج، كنت بستخدم الايلاينر بتاعهم وكان حلو قوي وكان اسود وكل حاجه كان فظيع وكان ووتر بروف كمان. وبرده انا فاكره ان انا كنت بجيب الايلاينر ب 90، بس انا دلوقتي يعني عندي ايلاينر تاني ب 200 فمش هحطه في الفيديو ده. اوكي بس اخر مره كنت جايبه اللي جبت يعني الايلاينر بتاع سيبال، لان في الوقت ده كانوا لسه ما فتحوش، يعني ما فتحوش مكان في كارفور، هم لسه فاتحين كارت في كارفور السنه دي برده بعد الليبستيك ده، فما كانش ليهم مكان يعني ما كانش ليهم مكان ابقى واثقه فيه، يعني اعرف اروح اجيب الحاجه على طول ويعني استخدمها وانا واثقه في المكان ان هو مش كوبي. المهم ان انا جبت الايلاينر من مكان يعني من مول تاني كده في بتبيع بقى سيبال وحاجات كتير قوي. كان بيفصل، يعني كان الاسود بيفصل بيبقى اكنه فيه ميه، فتقريبا بقى ما اعرفش بقى ممكن تبقى مشكله في التخزين او حاجه الله اعلم، بس يعني ما جبتش منه تاني من ساعتها. بس بما ان بقى في عربيه في كارفور دلوقتي فاحنا ممكن نروح للكارت بتاعت كارفور، يعني في مكان موثوق فيه خلاص نروح بقى على الكارت بتاعت كارفور نشتري منها الحاجه
الحاجات اللي هناك وتقريبا موجود كمان في محل تاني في كارفور، نسيت اسمه، تقريبا اسمه مايلي حاجه كده، انا برضو مش فاكره اسم المحل قوي. لو افتكرت اسم المحل يعني هحط لكم الاسم في الحته الفاضيه الحلوه دي، لو افتكرت اسم المحل او عرفت اجيب الاسم اونلاين يعني وانا بعمل الاديتنج هحط لكم اسم المحل. برضو في حاجه سيبال وفي حاجه فيكتوريا سيكريت، في حاجات كتير قوي. الفيديو ده علشان نتكلم على الحاجات الرخيصه، مش هنتكلم على الحاجات الغاليه تاني. المهم ان ده يعني بديل رخيص وحلو جدا جدا، وبجد احسن بكتير ككواليتي وكماتيريال من الليبستكس الثابته. يعني هو ما يعتبرش مات قوي، يعني لو تبصوا كده في سنه شاين، بس هو مش شاين، هو كريمي بس حلو جدا. المشكله بس فيه انه الالوان النوت خلصانه طول الوقت، يعني انا طول الوقت بسال على نوتس مش لاقيه، عايزه حاجات في البينكش في شبه الدرجه دي كده، مش لاقيه خالص اي الوان فاتحه. كل الالوان اللي عندهم غامقه. not that I'm complaining، انا بحب الالوان الغامقه، بس يعني it would be nice to have one or two. بس هجرب اروح تاني لما اروح كارفور هشوف كده الالوان التانيه اللي موجوده، وهبقول لكم لما اشتري الحاجات. اول بديل يعني انا مش فاهمه، انا طالع لي في الريكورد ان عدى 13 دقيقه واحنا لسه بنتكلم في اول بديل. اوكي انا هحاول اديت يعني. بما اننا بدانا نتكلم في الميك اب فخلينا نخلص الميك اب الاول، بعد كده نتكلم بقى على السكين كير وعلى البيرسونال كير. البلاشر برضو لما تدخلوا مزايا او تدخلوا الحاجات اللي احنا كنا متعودين ندخلها على طول عشان نجيب منها الميك اب والحاجات دي، هتلاقوا يعني اقل بلاشر ما بين 100 و120 و100، وفي حاجات بقى بتعدي الميتينات، فبرضو يعني الكواليتي مش دايما احسن حاجه. احنا ليه نعمل كده؟ عندنا اماندا، ده بلاشر اماندا اللي هو ثانيه عشان انا بحب اعمل الحركه دي قوي. ده بلاشر اماندا لونه بيتش، اللي هو اللون برضو اللي انا حاطاه ده، حلو جدا وثابت جدا وجميل جدا وكل حاجه. عيبه الوحيد ان هو بينشف سنه صغننه في الحته دي، بس يعني ايه بالنسبه لسعره ده كواليتي فظيعه. جس بكام؟ ب 60 جنيه. 60 اللي هو مفيش حاجه ب 60 جنيه دلوقتي، ده ب 60 جنيه. اوكي وحلو جدا بجد بجد، والكواليتي بتاعته حلوه جدا. البلاشر التاني برضو اللي حلو قوي قوي البلاشر بتاع سيبال. هي سيبال حاجتهم كده كده فظيعه، بس البلاشر بتاع سيبال نفس الدرجه دي بالظبط، اللي هو البيتشي ده كنت بجيبه برضو زمان وكان حلو جدا جدا. هو دلوقتي برضو بقى ب 90 بحاجه و90، بس انا هخلص ده الاول وبعد كده هجيب سيبال، علشان انا محترمه مش هقعد اشتري حاجات وانا عندي حاجات، لا هخلص الحاجات اللي عندي الاول بعد كده هشتري حاجات جديده. اوكي بالنسبه للووتر تنت، هو الووتر تنت بتاعي يعني انا بستخدمه بقالي كتير جدا، هو عندي بجد بقاله كتير جدا جدا، يعني هو خلاص يعني بيخلص. انا كنت جايباه ب 225 تقريبا، كان تقريبا كان ب 225 من سان ستيفانو ده، يعني من سنتين او حاجه، وقاعد معايا الوقت ده كله وبستخدمه استخدام، يعني طلعت بوزه استخدام وقاعد معايا الوقت ده كله. هل يستاهل ال 225 ولا لا؟ يستاهل ال 225 جدا. في بدايل ارخص بس يعني انا للاسف ما بثقش في حاجه من الحاجات دي. بس هي الفكره في ده ان هو يعني لو حد هيجيبه هو بجد بيقعد وقت طويل، يعني سنتين، بيجمنتد جدا، يعني اللون بيبقى باين جدا من اول من سوايبايه واحده وبينشف تمام خلاص قاعد معانا. وساعات بس يعني مثلا مكان الطريق لما بوصل شغلي او حاجه بحب اغسل وشي، مكان التراب والحاجات اللي في الطريق بيفضل موجوده على وشي، يعني مش بضطر احط تاني. لا هو يعني حلو جدا. انا مش بقول جيبه، انا بقول بس لانه في دلوقتي المفروض اللي هو الووتر تنت يعني ما بقاش حد بيستخدم البلاشر قوي، فكل الناس يا بتستخدم الليكويد بلاشر يا الووتر تنت. ده تحفه. اوكي لو لا او مش في بادجت حد عادي جدا، لان هو برضه مش في بادجتي دلوقتي عادي، فانا يعني معانا اللي هو بتاع اماندا ده ومعانا اللي هو بتاع سيبال اللي انا قلت لكم عليه. لسه برضه بنتكلم على الميك اب. فلورمار بقى، فلورمار في الميك اب حاجتهم عالميه، يعني انا طول يعني بقى لي فتره كبيره جدا جدا تقريبا من وقت من وانا في كليه تقريبا بستخدم الباودر بتاع فلورمار، مش نفس العلبه، بخلصها وبجيب غيرها. اوكي الباودر بتاعتهم تحفه وثابته وفظيعه. ثانيه واحده انا مش عارفه هم بيعملوا كده ليه. المهم يعني ان هي حلوه وثابته وحلوه جدا وناعمه جدا وما بتنشفش الوش وما بتعملش. هو انا كده كده ما بستخدمش ولا باودر ولا فاونديشن غير في المناسبات، لانه ده اكتر حاجه في الدنيا مؤذيه للوش، فانا يعني ده العادي بتاعي بلاشر وروج وشكرا. ولو يعني عايزه احط ميك اب قوي ممكن احط ماسكارا ساعات، يعني مش على طول، بس دي برضو علشان بتنشف الرموش وبتوقع الرموش، عشان انا ما ينفعش معايا اي حاجه مش ووتر بروف، فلازم تبقى ووتر بروف فبتوقع الرموش. المهم انه باودر فلورمار تحفه. هايلايتر فلورمار بقى، هايلايتر فلورمار عالمي فظيع. يعني شايفين الحلاوه؟ استنوا اخبي المرايه عشان انا برضو مش عارفه هم بيخبوا المرايه ليه. انا بقالي كتير قوي بستخدمه ومش عامله غير الحفره دي بس، لان انا برضو ما بستخدمش هايلايتر كتير، يعني على وشي بستخدم الهايلايتر في المناسبات، لكن في العادي ممكن مثلا احطه في الاي كورنرز اللي هي في الكورنر ده وفي الكورنر ده، بتنور بس العينين كده. تحفه كواليتي حلوه جدا ونضيف جدا، وفلورمار كل حاجاتهم بجد حلوه جدا. بس احسن حاجات جربتها هايلايتر والباودر بصراحه، الاثنين تحفه جدا. وفلورمار برضو الحاجات بتاعتهم في رينج السعر الافوردبل، يعني احنا بنتكلم في لغايه 150 ممكن نشتري باودر نضيفه بكواليتي نضيفه قوي، لان برضو اسعار الباودرز الثانيه بقت حاجات يعني ارقام خياليه. الهايلايتر ده هايلي ريكومندد، تحفه حلو جدا. برضو بما ان البرفيومز بقت غاليه جدا جدا جدا، بالصدفه جدا وانا في كارفور فقلت اجرب كده، اجرب اشوف البرفيومز بتاعت ميني سو.
جربت واحد من البرفيومز فكان يعني this is me. عارفين لما تشموا حاجه وتحسوا ده شخصيتي، هي دي شخصيتي بتتلخص في البرفيوم ده. كان ريحته وورم كده وكان ريحته حلوه قوي. المهم يعني ان انا شيته على ايدي وقلت هستنى شويه علشان اشوف ثابت قد ايه، وبعد كده لما الف هرجع هجيبه تاني. ده كان ب 120 جنيه. انا ما كنتش مصدقه الرقم اللي هو 120 جنيه، لا ده اكيد مش هيبقى ثابت. خلصنا لف وخلصنا كل حاجه طبعا وروحنا، ونسيت افتكرت بعد ما روحت لانه الريحه كانت لسه في ايدي بعد يوم طويل قوي. فرجعت تاني علشان اشوف البرفيوم ده موجود ولا لا، لقيته للاسف قالوا لي لا ده كانت الكولكشن القديمه وخلصت خلاص وما بقاش موجود دلوقتي، بس في حاجات تانية موجوده ممكن تشوفي كده لو عجبتك حاجه. المهم انه عجبني ده. هو الازازه اللي كانت محطوطه كانت شكل تاني خالص، يعني اللي هي التستر كانت شكل تاني خالص، بس سيبنا من الشكل وسيبنا من ان اللون مش ماشي مع اللون ده، مش مهم. المهم ريحته. يعني انا ما بعرفش اوصف روايح. اسمه بلاك كومبوزيتي بريز، يعني هو تقريبا البراند اسمها بريز، وهو يعني السنت بتاعه اسمه بلاك كومبوزيتي. هو فلاوري بس مش يعني مش على الشوجري سايد اكسترا، لا هو فلاوري فيري لايت برضو، ثابت بطريقه مش طبيعيه، ثابت جدا وريحته حلوه جدا جدا، ويعني فيري هايلي ريكومندد. والمفاجاه بقى ان هو كان نوع تاني من الانواع اللي موجوده وبرضو كان ب 120. يعني ده مش رقم بيتدفع في البرفيوم خلاص، وحلو جدا وتحفه جدا وموجود في ميني سو. ولو ده مش ذوقكم، يعني انتوا لو شميتوه لقيتوا ان ده مش ذوقكم، في كولكشن كبيره جدا في البرفيومز اللي موجوده في ميني سو، فيها حاجات بالهبل وكل الحاجات اللي موجوده حلوه جدا. بس هو برضو الرينج ما بين يعني 120 ل 150، يعني هتلاقوا من 120 ل 150، وده برضو رينج حلو جدا. مفيش برفيومز كده دلوقتي، ولا في بودي ميست بالاسعار دي خالص. عظيم حلو جدا، مش شبه التاني، يعني مش شبه التاني اللي انا كنت رايحه عليه اللي هو كانت في اللي قالوا لي في الكولكشن القديمه ده، بس برضو حلو جدا. ده بالنسبه للميك اب والبرفيوم. نيجي بقى نتكلم في البيرسونال كير. حاجات البيرسونال كير يعني كريماتنا، شاور جلاتنا، شامبوهاتنا، الحاجات دي كلها. بالنسبه للشامبوهات، بما ان هيربل اسنس اللي هو اللي كان بالمانجوز وبالبامبو بقى الباطل الواحده ب 200، يعني الباطل بتاعه الشامبو بقت ب 190 والباطل بتاع الكونديشنر بقت ب 190. يعني احنا عشان نجيب شامبو كونديشنر ب 400 جنيه. فرحت جربت النوع التاني اللي هو النوع اللي اقل شويه، اللي هو مش بالاخضرات اللي موجوده مع بعض، اللي هو الحاجات اللي فجبت اللي بالكوفي وحلو جدا برضو، يعني مش حاسه بفرق. واللي بالكوفي كمان ريحته حلوه قوي وبتثبت يعني يومين، ممكن تفضل يومين في الشهر، فدي حاجه حلوه جدا. فبرضو يعني يو كان تراي اللي هو لونه احمر. برضو بما اني مكسله اروح التويليت اجيب الازازه، هحط لكم صوره الازازه هنا عشان انا بجد مكسله دلوقتي هروح اجيبها لسه وارجع. خلاص بقى يعني انتوا عارفين اللي هو الهيربل اسنس اللي هو بالكوفي. الشامبو والكونديشنر الاثنين حلوين جدا وريحته حلوه جدا وبيفضل ريحته في شعري يومين. طيب بالنسبه للشاور جل برضو، لان اسعار الشاور جل مش كل حاجه، يعني في حاجات منها اسعارها غليت جدا وفي حاجات منها عاديه، بس انا مش كل الحاجات بتمشي معايا، لان يعني الشاور جل لما بيبقى فيه ريحه جامده جدا تبقى دي حاجه غلط اصلا على الجلد، فممكن يعمل حبوب، ممكن يعمل يعني راشز وكده. فالناس اللي بشرتها حساسه الحاجات اللي فيها ريحه ممكن تضايقها. لغايه ما شفت فيديو حد، انا مش فاكره بجد الفيديو كان مين اللي عامله، بس واحده يعني يا رب يحصل لها كل حاجه حلوه في الحياه، ريكومندد ده اللي هو ايفا. ثانيه واحده اهو، عشان هي النور كده فيعني هي فوكس اهو. اسمه شاور كريم. هو ده خلص وانا يعني هكمله طول حياتي. ريحته 10 من 10 ونجمه، نعومه 10 من 10 ونجمه، ترتيب 10 من 10 ونجمه بجد. يعني جاس هاو ماتش ب 30 جنيه 30 30 ب 30 جنيه، تحفه حلو جدا. هو ده خلص، يعني احنا شايفين انا بحرك الازازه ازاي، هو خلص بس انا شلته عشان اعمل الريفيو، بس هو يعني هشتريه تاني. وانا دلوقتي بستخدم جونسون، برضو جونسون حلو جدا جدا. جونسون بالخوخ، انا بحب اي حاجه خوخ، اي حاجه كوكونات، اي حاجه يعني اي حاجه خوخ كوكونات كاكاو، يعني ممكن اعوم فيها عادي جدا. بمناسبه اعوم، انا حلمت امبارح حلم غريب قوي. حلمت ان انا ايه بقى، الجرس رن مش مهم. حلمت ان انا بعوم في مكان غريب، بس بننط من جبل كده بقى وبننزل نعوم، وبعدين في واحده نطت من الجبل، فانا فكرتها ايه بتنط عشان ايه، فطلعت ما بتنطش عشان كده، لا دي طلعت تاني وعامت وعادي. فانا مش فاهمه الحلم ده، بس حلمت ان احنا كنا في الصيف ورحنا نصيف في اماكن كتير، بس مش فاكره ايه اللي حصل ومش فاكره رحنا فين. بس احنا كنا في مطروح، يعني الجبل اللي بننط منه ده علشان نعوم في مكان تحت غويط جدا ده في مطروح. هو انا اكلت ايه امبارح مش مهم مش مهم ممكن تكون دي اكل مش متغطيه، مش مهم. المهم يعني ان ده حلو جدا جدا وهشتريه تاني. اوكي طيب استحمينا، مش لازم نرطب، لازم يعني عالميين دول، عالميين. البراند دي بصوا اسمها كيرن مور، ماشي. ده ريحته مش طبيعيه، ده ريحته مش طبيعيه اكتر، يعني ده بقى من الحاجات اللي انا بحبها. بصوا يعني كوكونات، اي حاجه جوز هند، يعني اي داي فور ات. تحفه. ده ريحته مش طبيعيه، ريحته حلوه جدا. ده ريحته
ده فراوله، فظاع فظاع. الكولكشن كلها ريحتها حلوه قوي، بس هما الاثنين دول احلى ريحتين. لا في ريحه ثانيه بالبسكوت يا مامي، ريحتها يعني كوكيز، هتفتحوا البتاع كده هتلاقوا فيه ريحه كوكيز طالعه تحفه. برضو جيس هاو ماتش، جيس هاو ماتش 18 جنيه. ده فظيع 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 فظيع. انا حاسه ان ريحته ورده اكتر من ده. لا ده مش ريحته خوخ، المفروض ان هو كوكو باتر، يعني هو المفروض ريحته كاكاو، بس هو انا مش شاماه كاكاو خالص، انا شاماه ورده، ما اعرفش ليه. بس اجين ام نوت كومبليننج، يعني ريحته كاكاو ريحته ورده انا ما عنديش مشكله، انا عاجبني جدا وريحته حلوه جدا جدا، وبرده في نفس رينج السعر بتاع دول. بس ده اي ثينك حاجه و20 جنيه، ام نوت شور عشان هو يعني انا ما اشتريتهوش، بس هو يعني في نفس رينج الاسعار وكواليتي تحفه تحفه. الاثنين يعني الثلاثه هو دول نفس البراند، فانا ممكن اتكلم عليهم كبراند واحده. البراندين حاجتهم حلوه جدا. ده كمان كان عندي منهم الليب بالم، وكان برده حلو جدا جدا جدا، فظيع جدا جدا جدا. للاسف الشديد لما رحت دورت على الليب بالم ما لقيتوش موجود، دورت على لابيلو اللي هو الكريز برده ما لقيتوش موجود، فكنت سامعه خير في ناس كتير قالوا ريفيوز كويسه قوي عن ليب بالم ذيس وان، ويعني الناس دي عندها حق، الناس دي عندها ضمير وعندها حق. وهو برده ارخص من الليب بالمز الثانيه اللي موجوده، يعني ده ارخص من لابيلو وارخص من بيز لاين ب 90، لابيلو برده ب 90 او بحاجه و90، ده ب 70، وفي اوفر ساعات بتتعمل عليه بيبقى ب 50، وحلو جدا 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 وسوفت جدا وبينعم جدا وبيشيل يعني هو يعني يو هاف تو سكوب ات وذ يور هاندز، يعني بايدينا كده وبعد كده بنابلاي بايدينا. بس هو برضو كوكو باتر، كوكو باتر. انا دورت على الروز بقى علشان كنت عايزه حاجه تعمل لون بينك، ما لقيتش فجبت ده. انا دلوقتي بقى بدور على نيفيا، علشان انا قريت عليه يعني برضو شفت عليه ريفيوز حلوه قوي. المشكله ان انا يعني الناس اللي انا بشوف الريفيوز بتاعتها اجانب، فبنزل بقى للطموحات بتاعتنا هنا ما بلاقيش اصلا عندنا البرودكتس دي. كانوا بيقولوا ان في نيفيا عامل شبه البلاك هاني اللي بيعملوا عليه ريفيوز كتير والناس كلها مجنونه عليه بره ده. في ليب بالم كده لونه اسمه بلاك هاني، فبيعمل لون اكنك حاطط ليبستيك مارون، يعني غامق جدا وحلو برضو ماي فايب والله العظيم. فانا بدور عليه مش لاقيه اللي هو النيفيا ده، بس انا وراه لغايه لما الاقيه ان شاء الله. المهم برضو ان ده حلو جدا جدا، وبرضو ارخص من كل الليب بالمز اللي موجوده، والايفكت بتاعه فظيع حلو جدا، وبستخدمه بقالي فتره، ويعني ده كده يعني بستخدمه بقالي فتره كبيره، ولسه فيه اكتر من نصه، يعني هي حته صغننه بس اللي متاخده من بقى رائع يعني 10 من 10 من. طيب كده رطبنا جسمنا ورطبنا بقنا وشنا. حب حياتي، حب حياتي، انا بستخدمه بقالي يعني سنين. بستخدمه برضو بسبب الريفيوز. يا جماعه انا كل الحاجات اللي في الفيديو دي استخدمتها بسبب الريفيوز، اوكي؟ فيعني انا جمعت الريفيوز كلها في فيديو واحد، يعني you're welcome. المهم ده كل ما بيخلص بجيبه، ده كل ما بيخلص بجيبه. انا من ساعه ما استخدمته ما استخدمتش اي حاجه ثانيه لوشي، هو ده انا لسه جايباه عشان لسه خلصان. طبعا بفضل استخدمه لغايه ما بسكويز هو ده يعني مش في رينج الاسعار الرخيصه قوي، يعني هو دلوقتي بقى ب 83، بس في صيدليات بتعمل عليه اوفرز، فانتوا ممكن تتابعوا الاوفرز ويعني تشتروا مثلا لو صحاب مع بعض او حاجه ممكن تشتروا مع بعض، بيبقى فيه اوفرز حلوه. بس هو في العادي بتاعه ب 83 برده يعتبر في رينج الاسعار القليله بالنسبه لكريمات الوش، لانه كريمات الوش لو هتشتروا مثلا سيرافي او حاجه الحاجات دي في 300، فده يعتبر رخيص جدا وخفيف جدا، برضو 10 من 10 ونجم. طيب قبل ما نرطب وشنا مش لازم نغسل وشنا، اوكي؟ النجم ده هيمالايا برضو بستخدمه بقالي سنين، يعني اكتر من 7-8 سنين بستخدم هيمالايا ده. يعني اي حد عنده حبوب في وشه this is what you need. هو بينشف شويه في الشتاء بس برضو يعني مش بينشف بطريقه بشعه، يعني بدل كده بعد ما بنغسل وشنا كده لازم نرطب، فمش بينشف يعني درايز اوت، لا يعني تمام. هو المفروض بالنيم والكركم. النيم ده بقى انا معرفش ايه هو، بس المفروض ان هو حاجه بتضيع الحبوب، وده بجد يعني اي حبايه بتطلع لو غسلنا وشنا بده 3 ايام 4 ايام بالكتير وبتلاقوا الحبايه اختفت وما عملتش اثر كمان، دي حاجه تحفه جدا. الصغيره دي ب 26، في بقى الكبير ب 56. مش هتفرق، انتوا ممكن تجيبوا الصغيره لان هي فعلا بتقعد وقت طويل قوي وكواليتي حلوه جدا ودي جدا بجد حلوه قوي. 26 جنيه. يور ويلكم. ذس وان ده برضو هيمالايا ماسك، هو ماسك فاكهه، اوكي؟ اسمه ماسك فواكه. اعمل ايه طيب علشان فوكس؟ فروت ماسك، اوكي؟ بالبابايا والتفاح. ثانيه واحده اهو، فروت ماسك بالبابايا والتفاح. ده وحياه ربنا انا كل ما بعمله بيتقال لي انت عامله تنظيف بشره، وحياه ربنا كل ما يعني كل ما بعمل ماسك. هو الماسك ده ايه يعني؟ هو عباره عن لونه كده خلاص، وبيتحط على الوش من 10 دقايق لربع ساعه، وبنسيبه لما ينشف، وبعد كده بنغسل وشنا او بنمسح وشنا بسفنجه من اللي هي سفنجه الميك اب، او سفنجه اللي هي السفنجه اللي بتمسح الماسكات. بلاك هيدز بتتشال، تنظيف بورز بيعمل، تفتيح بيفتح، يعني ما سابش حاجه ما عملهاش بجد. انا كل مره بيتقال لي لا
لا تنظيف البشره باين، لا باين عليكي ان انت عامله سكين كير، باين عليكي مش عارفه ايه، وانا مش ببقى عامله حاجه، ببقى عامله ده 10 دقايق لربع ساعه وادعوا لي. وبرده في نفس رينج اسعار هيمالايا عادي، الكبير ب 56، في منه الصغير موجود، منه الصغير عادي، بس انتوا على فكره ممكن تجيبوا الصغير لان هو بيقعد وقت طويل قوي، لان هو المفروض الاستخدام بتاعه مرتين بس في الاسبوع، مش اكتر من مرتين في الاسبوع. ده بالكتير يعني مره او مرتين في الاسبوع، ما يتعملش اكتر من كده. برده 10 من 10 ونجم. اخر حاجه خالص عشان نختم الفيديو ده، يعني انا محرجه ان انا اقول كده، ولكن البرودكت اللي جاي ده هو الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش حد يسترخص فيه خالص. السان سكرين بالذات لازم يتجاب براند نظيفه، ولازم يبقى protecting from UVA و UVB rays، لازم الاثنين، فده بالذات ما ينفعش حد يسترخص فيه. انا سمعت برضو عن انه في براندز تانية زي بوبي وزي كليو والحاجات دي بيعملوا سان سكرينز، بس انا ما جربتش اي حاجه من الحاجات دي بصراحه. يعني انا ما في السان سكرين ما استخدمتش غير فيتشي ولا روش بوزي، يعني الاثنين احلى من بعض بصراحه، وده بالنسبه لي احسن كمان لان ده ووتر بيزد فبيمشي اكتر مع الاويلي سكين. انا ماي سكينز اويلي سبيشالي في الصيف بتبقى اويلي اكتر بكتير، فده معايا حلو جدا جدا جدا. بس في حاله ان انا حطيت الاول بيبانتن وبعدين حطيت فوقيه ده بيعمل اويلز او بيعمل يعني بحس ان وشي سخن، وممكن بيخلي الوش اويلي لو حطيت ده فوق بيبانتن. جربت بقى ان انا احط نقطه بيبانتن على ايدي واحط فوقيها الصن بلوك واقلبهم كده على بعض وبعدين احطهم على وشي، ده كان احسن بكتير في الصيف. في الشتاء بقى اعملوا انتوا عايزينه، يعني حطوا الاول الصن بلوك وبعد كده احطوا فوقيه المويسترايزر، العكس احطوا مويسترايزر وفوقيه الصن سكرين، مش هتفرق لان هو في الشتاء احلى بكتير برده من الصيف كالعاده. بس يعني هو حلو جدا في الاثنين، هو ب 280 جنيه ولكن يستاهل كل قرش بيدفع علشان ده صن بلوك، يعني يستاهل بجد كل جنيه بيدفع. ده وفيتشي احسن 2 صن بلوك موجودين، وبرده مش هتحتاجوا تشتروا كتير، يعني انتوا يعني ممكن تشتروا 2 في السنه كلها، ف يعني ده يستحق الاستثمار فيه بصراحه. ده حلو جدا 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 جدا، هايلي ريكومندد هايلي ريكومندد. دي الحاجه الوحيده اللي هقول ان هي سعرها غالي وتستاهل سعر. بس لا انا قلت كمان ان الواتر تنت غالي ويستاهل لان هو بيقعد وقت طويل، فعلا قعد معايا سنتين يعني، فدي حاجه كويسه، وده كمان كويس جدا 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 جدا. بس هو برده مش هتحتاجوا مش اكتر من 2 في السنه، يعني ممكن تستخدموا 1.5 باطل ثانيه في السنه، يعني ممكن تحتاجوا يعني هتحتاجوا تشتروا 2 في السنه كلها. بس انا اشتريته اول الصيف ولسه برده فيه كتير جدا يعني. هو دي انا اشتريته ليه بقى؟ عشان نعمل كده وبعدين بنحطيها على ايدينا وبعدين بنحطها على وشنا. انا بشتري الحاجات لاسباب تافهه، بس انا علشان يعني بابا وماما فلوسهم حلال الحاجات بتطلع كويسه كده، حظ يعني. بس كده that's it for this video. لو اشتريت اي حاجه تانية او جربت اي حاجه تانية هعمل لكم فيديو تاني، او ممكن ادخلها في نص الفيديوز بتاعه الفلوجز كده احكي لكم عليها. يعني انتوا كمان لو لقيتوا اي حاجه او جربتوا اي حاجه جديده كانت سعرها مناسب للفئه المتوسطه ممكن تكتبوها في الكومنتس وهجربها وهعمل لكم ريفيو عليها واقول لكم هي كانت حلوه ولا لا، وتمشي مع انه نوع سكين بالظبط والحاجات دي كلها. انا بحب اجرب. بس كده سبسكرايب واشوفكم الاسبوع الجاي، باي.